السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم معايا في حلويات نور، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وعودة إن شاء الله بعد هذا الغياب. توحشتكم بزاف، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل إن شاء الله بصحة جيدة. واليوم راح نشارك معكم هذا الفريزي بطريقة سهلة بزاف ومكوناتها بسيطة والذوق أكثر من رائع، تجي تحفة شكلا ومذاقا. نبدأ على بركة الله. نحتاج في وصفتنا اليوم عندي 3 حبات من البيض. فصلت هنا البياض على الصفار وخذيت هنا البياض، راح نضيف له 3 ملاعق من السكر على دفعات. نبدأ هنا نخلط شوية حتى تتشكل لي هذيك الرغوة كما راكم تشوفوا. بعدها راح نبدأ نحط السكر هنا على دفعات كما قلت لكم، يعني مغرفة مغرفة. المهم حطوا 3 ملاعق من السكر. فوالا هكا، هذه الملعقة الثالثة. راح نواصل الخلط هنا، نخلطهم مدة 2 دقائق كاملين حتى يتكاثف معنا الخليط ويرجع بهذا القوام كما راكم تشاهدوا. راح نخليه جانبا ونجيب هنا 3 من صفار البيض اللي كنا خليناهم، نضيف لهم هما ثاني 3 ملاعق من السكر بهذه الطريقة، ونزيد نحط عليهم مغرفة صغيرة تاع لافاني ولا ربع ملعقة كبيرة. نزيد نحط 3 مغارف تاع الحليب و3 مغارف تاع الزيت، ونخلط بهذا الشكل. نخلطهم شوية بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. طريقة رائعة يا البنات، موالفة نشاركها معكم، والبسكويت تاعها يجي ناجح جدا جدا يعني من اول تجربة. هنا راح نضيف كمية الفرينة اللي هي 3 ملاعق من الفرينة. الملعقة تكون معمرة، يعني معمرة مليح، ماشي بومبي حتى دير لكم هذيك القبة. المهم المغرفة تكون معمرة مليح، هذا ما كان. نزيدو نخلطوا الفرينة اللي حطيناها مع المكونات، ونجيب هنا بياض البيض نحط هكا 2 مغارف مع خليط الصفار، ونخلط بهذه الطريقة. نخلطوا غير بالعقل وبشكل دائري. انا هنا برك راني سرعت الفيديو، لكن نتوما كي تخلطوا خلطوا غير بشويه. راح نعاود نرجع الخليط كامل مع بياض البيض بهذا الشكل ونكمل نخلط. راح نخلطه بنفس الطريقه دائما هكا، يعني بشكل دائري وغير بالعقل. اذا هنا بعد ما تحصلنا على هذا الخليط كما راكم تشاهدوا يجي كثيف جدا والقوام تاعو ثقيل. شوفوا القوام تاعو هنايا. جبت صينيه الفرن اللي راح نطيب فيها. هنا خذيت الصينيه يعني اللي راح المقاس نتاعها لازم يكون على حسب ولا على يعني الحجم المول اللي راح نخدم فيه. المهم نتوما يعني راكم على بالكم بحوايجكم اللي في الدار، كل وحده يعني على بالها بلي مول تاعها ولا لي بلاطو اللي عندها. فوالا انا المهم طيبت في هذا السنيوه. هنا راني شعلت الفرن تاعي مسبقا، شعلته على 170 درجه. نحط البسكويت تاعي يطيب تقريبا 12 حتى 15 دقيقه، ما تخلوش حتى يحمر لكم بزاف بزاف. بعد ما يطيب راح نخليه جانبا حتى يبرد تماما. نروح هنا نوجدوا لا كريم باتيسيا ولا كريمه الحلواني. نحتاج فيها حبه واحده من البيض، حبه كامله. زدت حطيت معها 2 مغارف ما يكونوش معمرين مليح، يعني تاع السكر العادي ولا سكر حبيبات. وزدت حطيت 2 مغارف تاع النشا، ونخلطهم يعني نخلط المكونات هذو مع بعض غير بالفوي. ونزيد نحط كاس تاع الحليب ونكمل نخلط بهذا الشكل. بعدها راح نحط الخليط تاعي كامل فوق نار تكون متوسطه مع التحريك المستمر. لازم بقاو تحركوا حتى نتحصلوا على هذه الكريمه. انا خليتها شويه يعني نشفت لي شويه مي معليش. المهم بعد اللي نحيت لا كريم باتيسيه تاعي فوق النار، هنا ضفت لها 2 مغارف تاع مربى الفراوله. كنت خدمته في الدار، يجي هايل ويجي ناجح جدا. بعد اللي خلطت 2 مغارف تاع مربى الفراوله كما كنتوا تشاهدوا. شوفوا لون الكريمه كيفاش راهو يعني متغير تماما، خرج بزاف هايل، وصدقوني عطالها واحد الذوق اكثر من رائع. راح نحط لاكريم تاعي هكا في هذا الصحن ونغطي عليها ونحطها في الفريجيدار ولا ما تحطوهاش في المجمد. المهم خلوها في الثلاجه حتى تبرد تماما لوقت الاستعمال.
هنا بعد اللي خليتها بردت مليح وتماسكت كما راكم تشوفوا، راح نروح نخلطها هنايا ولا نخدمها. هنا حطيتها في هذا الغيسيبيون، راح اخلطها وحدها الساعه، يعني نخلطها هكا هي الاولى باه ما ديرليش واحد الحبيبات. وبعدها مباشرة راح نحط كاس من كريمة الشانتي ولا بودرة الشانتي، راح نضيف عليهم مرة أخرى 2 ملاعق يكونوا معمرين من مربى الفراولة، وراح نخلط الكريمه تاعي ولا كامل هذه المكونات مع بعض مده من 2 يعني حتى 3 دقائق كاملين، حتى يضاعف مليح مليح حجم الكريمه كما راكم تشاهدوا هذه الطريقه. وشوفوا هنا الشكل تاعها هايل، تحسبوا يعني هذيك اللي وقت اللي نشروها يا اخت ممزوج تجي بزاف هايله في الذوق. صدقوني يا البنات جربوها بهذه الطريقه، راح يعني تستغربوا حقيقه، يعني من الذوق تاعها تجي توب توب توب. هنايا بعد اللي طاب البسكويت تاعي وخليته برد تماما، ونجيب هنا المول اللي راح نخدم عليه. المقاس تاعو 15 على 25 سنتيمتر. نقسم هذا البسكويت بهذه الطريقه، والبسكويت هذا ناجح جدا ومن اول تجربه البنات جربوه يجي بزاف هايل. انا ما نكذبش عليكم، يعني من الوصفه المعتمده على تاع البسكوي هذه هي، نخدم به لي طاخ، نخدم به لي بسكوي غولي، يعني يجي تحفه خفيف وهايل. ويعني وصدقوني هذا الفريزي كامل ما شربتهاش، والبسكوي قاعد طري طري والله تحسبوه مشرب. المهم هنا جبت قطع الفراوله عفوا قطع الفراوله قسمت كل حبه يعني على 2 ونسدفهم هكا بهذا الشكل اللي راكم تلاحظوا على المول هكا بهذه الطريقه. المهم ديروا حبه مع حبه، لازم يكونوا متلاصقين فوالا بهذا الشكل. راح نجيب الكريمه تاعي اللي كنت وجدتها وحطيتها في الفريجيدار، كما تعرفوا رانا شويه فوق السخانه، حطيتها في كيس الحلواني. وراح نحط الكريمه اولا بين حبات الفراوله، يعني بين حبه تاع الفراز هكا نحط لاكريم بهذا الشكل، يعني باه الكريمه تدخل مليح بين الحبه وحبه، وكي نديمو ليها يجي الشكل تاعها بزاف باهي وتجي خدمه متقونه ومفينيه. نزيد هنا نجيب لاسباتيل ونضغط هكا على الكريمه بهذه الطريقه. راح نزيد نحط شويه كريمه في الوسط، ونجيب هنا خليط بين الفراز والبنان. البنان يعني مش مهم يا البنات، تقدروا تستغنوا عليه كامل، تقدروا يعني تكتفيوا برك بالفراز هذا ما كان. حطيتهم في الوسط هكا بهذا الشكل، ونزيد نجيب هذوك لي شويت اللي كانوا باقيين لي نحطهم بهذه الطريقه، نغطي بهم يعني هذيك الفاكهه كامل. كما قلت لكم انا البسكوي ما شربتوش وحده، يعني جاي طري وجاي بزاف هايل. اللي تحب تشرب ما كاين حتى مشكل، تقدروا تشربوه بالسيرو تاع الفراز اذا عندكم يعني وخدمتوا فراز في الدار وعندكم السيرو. طريقه المربى يا البنات ان شاء الله نشاركها معاكم، يجي هايل وصادق وناجح جدا. يعني شوفوا انا عندي عوام وانا نخدم فيه، يجي تحفه ومن اروع ما يكون. ولا غير يعني كل ما تجي وقت الفراوله نقول نشارك معكم هذا الكونفيتير، ويعني ما يكتبش ربي نحاول نشاركها معكم في الايام الجايه ان شاء الله تعالى. شوفوا هنا الكريمه كيفاش فيها هذوك الحبيبات الصغار تاع الفراز، يعني تجي هايله روعه في الذوق. جربوها بهذه الطريقه ورجعوا لي الخبر. المهم هنا بعد اللي كملت كامل لي سيت لاكريم راح نحطها في المجمد مده 2 سوايع كاملين، يعني على حسب الوقت اللي عندكم 2 سوايع 3 سوايع وطلع. المهم كما عندكم الوقت، المهم ما تخلوهاش برك اقل من ساعه، لانه الكريمه راح تغبنكم وراح يعني تحكم روحها مليح. شوفوا انا حقيقه ولا غير ما خليتها ساعه كامله، حبيت يعني نكمل التصوير. وبعد اللي جيت نديمو ليها شويه لا كريم غبنتني، معليش سلكت حوالي كما يقولوا. المهم انا بعد اللي ديموليتها كامل فوالا هذا هو الشكل تاعها. شوفوا كيف جات بزاف باهيه.
وهنا سمحوا لي يعني بعد اللي كنت نزينها بالفراز في الوسط، حسابني كنت نصور لكن في الحقيقه ما كنتش نصور. المهم مزيه فقت باللي ما كنتش نصور، كملت لكم البقيه سينو ما راح تلقاو والو. المهم هنا جبت لك خام اللي كانت باقيت لي، ندير هكا لي بتيت غوزاس هكا بهذا الشكل، ولا تقدروا ديروا لها ثاني الفراز صاير داير. المهم تزينوا بالطريقه اللي تحبوها وتفرحوا وليداتكم. هذا هو الشكل النهائي. وكملت برك درت لها هكا تزيين بسيط هكا وريقات تاع النعناع، كنت نحيته مجنان، عجبني هكا لونه خضر وجديد وباهي مشعشع. الله الله، قلت ولا غير نزين به. وما يخفاش عليكم يعني انا بعد اللي كملت التصوير مباشرة ضربت فيها كاستاي مشحر يشهي وش نقولكم. المهم حبيباتي كانت هذه الوصفة اللي شاركتها معكم اليوم. هذا هو الشكل النهائي للفريزي تاعنا، جات من اروع ما يكون صدقوني يعني شكلا ومذاقا. والكريمه ناكد لكم هنا على الكريمه يا البنات، تجربوها بهذه الطريقه ورجعوا لي الخبر، تجي تحفه في الذوق يعني من اروع ما يكون. هي صح كريم دبلومات لكن دخلنا عليها ذوق الفراوله، جات تحفه في الذوق. المهم حبيباتي كانت هذه الوصفه اللي حبيت نشاركها معكم اليوم، فريزي بطريقه سهله رائعه وبسيطه وناجحه من أول تجربة. نتمنى من كل قلبي إن شاء الله تعجبكم وتجربوها، وإذا عجبتكم نتمنى ثاني تشاركوها مع أصدقائكم وأحبابكم للاستفادة. نخليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.